キュートストロメダインフェルノゲヘラ. في البداية كده ازيك يا صاحبي عامل ايه؟ قبل ما نبدأ النهاردة كلامنا عشان هيكون كلامنا طويل وهيعجبك حبتين، عايزك بقى تقوم كده تعمل لك كوبايه النسكافيه العظمه وما تنساش بقى شويه شوكولاته كده وروق على نفسك بقى عشان ما تقومليش في نص الفيديو. وطبعا بقى مش عايزك بقى تنساني من لايك بقى والسبسكرايب بقى وروق عليا كده واعمل بقى منشن لاصحابك. في بدايه قصتنا بنتعرف على البطل بتاعنا ليو قلب الشيطان، وبنشوفه هو في طريقه للقلعه، وهناك بيقابل ملكه الشياطين اكيدنا والجنرالات الاربعه ادوارد ومارنيز وليلي وشوتر. وليو بيقول لهم انه عايز ينضم لجيش الشياطين بتاع اكيدنا مع انه هو اللي كان لغاه في الاول. الراجل ده هيعرفنا ولا ايه؟ واكيدنا بتوبخه اللي هو بتقول له ايه يا عم اللي انت ايه اللي انت ايه يالا الكلام اللي انت بتقوله ده، وبتقول للجنرالات اطردوه وطلعوه بره. ورغم كده ليو بيقعد يرجع كل شويه، وفي النهايه بيقدر يقنع الجنرالات انهم يسمعوا كلامه. ادوارد بيفضل يمدح فيه بيبقى عايز يضمه ليهم، وليلي بتكون عايزه ترتبط بليو وكمان عايزه تتجوزه، بس مارنيز ما بتبقاش متحمسه للفكره اصلا. وشوتين بتسال هو ليه عايز ينضم لجيش الشياطين اصلا، فليو بيقول لها انه بعد ما هزم كيتين والجيش بتاعها الناس اللي انقذهم منها كانوا بيعاملوه على انه وحش وكانوا عايزين يقتلوه وخايفين منه لا يبقى ملك الشياطين من بعدها. وده خلى حاكم رينلايس ينفي ليو من المدينه اصلا، بغض النظر عن حقيقه انه حمى منطقه الفلاسفه من السرقه. وليو بيحاول يواسي نفسه بعديها، وهنا بيقرر انه يستغنى عن العالم ويتحد مع الشياطين. وشوتين بصدق قصته وبتوافق تعينه لمده شهر تحت الاختبار، بس ليو بيضطر يبعد عن اكيدنا عشان ما تعرفش بالاتفاق اللي عملوه. بعد فتره ليو بيفتكر وقت ما شاف اكيدنا وهي بتقول للجنود ما يقتلوش حد عشان هي عايزه تحكم في سلام. وتاني يوم ليو بيصحي شوتين بصوت اكيدنا. شوتين بتتخض وبتهاجمه بطريقه مضحكه وهي متعصبه، وليو بيستوعب ان شوتين عندها ضغط جامد من وقت ما القاده التانيين انسحبوا بسبب الدمار اللي سببه. وشوتين بصفتها الجنرال الوحيد اللي عنده القدره انه يتولى امبراطوريه كامله، فليو بيقرر يساعدها وبمفاعل المانا اللي بيشتغل بالطول الموجي بتاعها بس. وليو بيتحول لجندي مسلح وبيسمي نفسه الفارس الاسود اونيكيس عشان يتمشى بقى في المكان من غير ما اكيدنا تعرف ان هو، بس من وقت للتاني بياخد استراحه وده بيضايق شوتين، فبينادي واحده اسمها دايانيت وبيطلب منها تديهم تقرير عن المفاعل. وبنعرف ان ليو قدر يحل المشكله للابد عن طريق انه يظبط الطول الموجي لشوتين لسحرة تانيين باستخدام تعويذه. وبعدين بيشرح لشوتين اهميه التفاوض وبيساعدها تنظم جدولها عشان تلاقي وقت لنفسها تستمتع فيه. واخيرا بيبقوا صحاب، وليو بيرخم عليها وبيقول لها تبص مقابل مساعدات، بس شوتين بترفض. وبعد فتره شوتين بتطلب من ليو انه يساعدها في الخطه الجوستيه في بحر اللارجو اللي ليلي مش عارفه تتحكم فيه كويس. وبتقول لليو ان قبيله التنانين اللي في بحر اللارجو علاقتهم باكيدنا كويسه وبيساعدوها في نقل الموارد، بس ليلي بتقول للكل يستمتع بدل ما يشتغل، وده بيبقى موضوع مهم. فليو بيزور سكان لارجو وهو متنكر في زي اونكيس عشان يحاول يعمل حاجه، بس ما بيقدرش ينجز اي حاجه من غير موافقه ليلي، ومش بيلاقي حل تاني غير انه ينادي على افعى سامه وبيخليها تعضه عشان يشجع ليلي انها تجيب له اعشاب. وليلي بتحول نفسها لذئب وبتواجه عقبات كتير في طريقها، وليليو بيبقى حاططها لها كطريقه يعلمها بيها اهميه الفريق الجماعي والتعاون، بس بدل ما ليلي تستخدم اي دعم خارجي بتعدي من كل مهمه لوحدها. وبعد شويه ليو بتنكر في شكل راجل اسمه جود هارت وبيزورها وهي بتحاول تنط على المنحدرات، والراجل ده بيديها شويه نصايح، بس ليلي بتبقى مصممه تتغلب على كل الصعوبات لوحدها. وليو بيفتكر انه فشل، بس ليلي بتستخدم نصيحته وبتحط خطه عشان تستعين بفريقها، وفعلا المهمه بتخلص بكل سهوله. وليو بيستوعب انه المفروض يمدح ليلي وما يستهونش بقدراتها. وبعد فتره اكيدنا بتناديه فبيروح يقابلها على انه انكيس، واكيدنا بتعزمه ويتعشى ويشرب معاها وتطلب منه يقلع الخوذه بتاعته، بس ليو بيغير ملامح وشه عشان اكيدنا ما تشكش فيه. وليو يبقى عايز يهرب من الموقف ده فبيحاول يخلي اكيدنا تسكر، بس الخطه ما بتنجحش، فبيحاول يسالها عن رايها في انضمام ليو الجيش. فاكيدنا بتقول له انها متضايقه منه عشان منعها من انها تاخد حجر الفيلسوف من انهاليوس. فليو بيسالها انت ناويه تعملي ايه بحجر الفيلسوف ده؟ واكيدنا بتحكي له عن عالم الشياطين واللي هو عباره عن ارض خرابه، واكيدنا عايزه تخلي شعبها يعيش حياه احسن، عشان كده هي عايزه الحجر عشان تغير من عالم الشياطين. وبعد ما بيعرف بنواياها الكويسه ليو بيحترمها اكتر. ودلوقتي اكيدنا بتساله عن دوافعه وده بيخليه ما يبقاش مرتاح، وبيتحط في موقف محرج وبيفكر انه يكشف لها هويته الحقيقيه. بس في اللحظه دي شوتيان وليلي بيقاطعوهم وبيقولوا لهم ان مارنيز وادوارد سابوا الجيش. وبعد فتره من النقاش ليو بيطلع يدور على مارنيز واللي بيقول له انه طلع في رحله، واكيدنا بتروح تدور على ادوارد واللي بيبقى عايز ينهي حياته بعد ما شاف جنوده بيفشلوا ضد الكيميرا. وبعد شويه ليو بيقابل مارنيز وبيحاول يعرف منه هو ليه عايز يمشي، فبيقول له انه متوتر بخصوص المقابلات عشان هو ما بيعرفش يتكلم كويس، ويطلب من ليو انه يعلمه مهارات التواصل في ال3 ايام اللي جايين. وليو بيوافق في النهايه ويبلغ اكيدنا وبيقول لها عن اللي حصل معاه. واكيدنا كمان بتقول له ان حتى ادوارد كان حزين عشان هو فاكر نفسه ملوش لازمه كجنرال، بس بنته جوليتا بتاخد بالها منه الفتره دي
عشان ما يتهورش ويعمل اي حاجه هكه ولا هكه. وبعد فتره ليو بيدرب مارنيز وبيلبسه هدوم نادله في قاعه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ وبيديله شويه نصايح يساعده بيها. ومارنيز بيبدا يتكلم مع مجموعه من المرتزقه واللي بيعاملوه بقله احترام، بيحاولوا يضايقوه، بس مارنيز بيربيهم على اللي عملوه، وفي نفس الوقت بيتكلم باسلوب كويس. وليو بيبارك له على تطوره، وبعديها بيعمل له مقابله مزيفه. ومارنيز بيسال ليو عن السبب الحقيقي اللي خلاه ينضم لجيش الشياطين، وبيبقى شاكك في ليو عشان عارف انه يقدر يدمر البشريه كلها لوحده ومن غير ما حد يساعده. بيلفت نظره لانه اكيد حاسس بالخيانه بالبشر، وخصوصا كمان ان فتره طفولته ما كانتش سهله بسبب اصوله المختلطه. وبيعترف له ان كان مستغرب طيبه اكيدنا لما انضم للجيش بتاعها وخطط كتير انه ينقلب عليها لحد ما ليو جه. ومارنيز بيبكي وهو بيحكي، فليو بيحكي له عن قصه حصلت من 1000 سنه، وبيقول له ان طوكيو كانت اكتر مكان متطور وفيه كان انواع للتكنولوجيا الحديثه، لحد ما في بوابه اتفتحت وخلت سكان عالم الشياطين يغزو كوكب الارض. وده ادى الحرب، والبشر اتفقوا وقتها ان يخلقوا فصيله قلب الشيطان عشان يتعاملوا هم مع الموقف. وليو من الفصيله دي، بس هو الوحيد اللي نجا لحد دلوقتي. وبيشرح له انه متبرمج على انقاذ البشريه، وطول الوقت ده هو كان عايش على الفكره دي. بس بعد الخيانه الاخيره اللي اتعرض لها قرر يبطل يبقى بطل ويبدا حياه جديده. وبعد ما ليو بيحكي القصه دي بيرتاح اخيرا انه حكاها لحد. مارنيز بيتصدم لما بيعرف ان ليو عمره الحقيقي 1000 سنه، وليو بيبقى مبسوط بتطور مارنيز. وبعدها بيدخلوا يناموا، وتاني يوم جولييتا بتتكلم مع ليو وبتقول له ان ادوارد خاب ظنه في القوات بتاعته بعد ما خسروا المعركه ضد الكاميرا، مش متقبل اسبابهم ومقتنع انهم المفروض يكونوا حرفيين زيها. فليو بيفكر في خطه، وبياخد ليلي وجولييتا لبدله الشبح رقم 9 واللي اتصنعت في عصر الاجهزه، وبيفعلها. والبدله بتمشي ناحيه قوات ادوارد وبتطلع اقوى مما كانوا متوقعين، وبتتعطل في وسط القتال. فبتهاجم ادوارد لما بيحاول يهاجمها، فليو وجولييتا بيوصلوا عشان يساعدوه يهزم البدله، وبيقولوا له شويه نصايح وبينجح. بس البدله بتطلب دعم وبتصحي 3 بدل تانيين، ولحسن الحظ اكيدنا وجنرالات بيتدخلوا وبيساعدوهم. وملكه الشياطين بتهزم الالات، وده بيخلي ليو يكمل درسه مع ادوارد، وبيتريق عليه عشان ما قدرش يهزم بدله الفارس، وبيشرح له انه لازم يتعاون مع الفريق بتاعه خصوصا لما يحاربوا كيميرا. وادوارد بيفوق اخيرا وبيعتذر للقوات بتاعته على تصرفه، واللي بيطلبوا يكمل ويقودهم كجنرال قوي وشجاع. وادوارد بيوعدهم انه هيبقى احسن من الاول. وتاني يوم شوتيان بتقول لليو انه هيترقى غالبا، وليو بيوعدها انه يظهر كل نواياه في الاجتماع. وبعديها بيفكر وقت ما قابل ابراد، وهو شيطان معروف بنجاره الايادي. وبنشوف ذكريات ليو وابراد بيحاول يشوف سبب مهم يخليه يعيش عشان ليو ما قتلهوش، وبيتكلم عن بيليال اللي فتح البوابه على عالم البشر. وليو كمان بيحكي له عن قصته الاصليه، والاتنين بيقربوا من بعض. وابراد بيحاول يقنع ليو انه يعيش الحياه اللي هتخليه مبسوط. وفي وسط كلامهم ليو بيقول له انه حاليا اضعف نموذج من فصيله قلب الشيطان، وبيتمرن عشان يكون اقوى. بعد ما بيخلصوا كلام ابراد بيتقبض عليه من فرقه الاحتواء، بس بيبقى مقتنع انه يخلق حاله من السلام طول فتره وجوده بين البشر والشياطين. وهنا بنكتشف ان ابراد كان هو صاحب فكره ان ليو يتخلى عن بطولته. وبعدين بنروح لوقت الحاضر، وليو بيروح يقابل اكيدنا وهو متنكر، واكيدنا بتمضي على ورقه ترقيته. بس قبل ما تديله الورق وتلحق توصله الخبر حتى، بيتقال لهم ان بوابه الارواح هتتقفل بسبب قلة وجود الكريستالات، ومفيش قدامهم غير 7 أيام بس، ولازم يقرروا ما بين انهم ينسحبوا للأبد او انهم يدوروا على حجر الفيلسوف. واكيدنا بتبقى محتارة ما بين الاختيارين. فليو بيقلع الخوذة بتاعته وبيقول لها ان في 2 من حجر الفيلسوف، وبيروح لها بشكل هويته الحقيقية وبيعرض عليها المساعدة. واكيدنا بتهاجمه لما بتعرف بخداعه، بس بعدين بيتعاونوا وبيتجهوا ناحيه جبال الطلقه البحريه. وبعد ضمان منصب الجنرال وهم في طريقهم، ليو بيتكلم مع اكيدنا وبيسالها ازاي يستخدموا حجر الفيلسوف، ويبداوا يتفقوا اخيرا بمساعده دليل المستخدم. وكمان ليو بيحكي لهم اكتر عن الماضي بتاعها، بيقول لها كمان عن خوفه من انه يتجنن بسبب برمجته الداخليه على انقاذ البشريه، وبيتكلم عن غرضه الحقيقي. وهنا بيكشف للكل ان حجر الفيلسوف موجود في قلبه، ودلوقتي بيتحدى اكيدنا والفريق بتاعها انهم يقتلوه عشان ياخدوا الحجر منه، بس بشرط لو فشلوا وقتها هو هيقتل كل البشر اللي موجودين في العالم. بيبدأ يهاجم اكيدنا وبيوضح لها ان لازم يدمر العالم عشان يخلي البشر يعتمدوا عليه من تاني. وادوارد وشوتيان بيشاركوه هم كمان في المعركة، بس ادوارد بيتصاب جامد لما بيحاول ينقذ شوتيان من هجوم ليو. وليو بيعبر لهم عن احباطه بخلوده وانه ما عندوش اي غرض تاني في الحياة غير انه يحارب. واكيدنا والباقي بيعانوا في وقت القتال، وليلي بتتحايل على ليو ان يشاركها مشاكله عشان تساعده. بس رغم كده ليو بيهاجمها، وده بيخلي المجموعه كلها تنتقد عليه. بس ليو بيبقى اقوى منهم بكتير ومحدش قادر يهزمه، خصوصا ان قدراته كانت بتتراكم بقالها اكتر من 3000 سنه. وادوارد كمان بيتهزم حتى لما بيتجسد في شكل التنين بس مش بيموت. ومارنيز بينضم ليهم في المعركه،
وبيتهم ليو انه كذب عليه بخصوص نواياه، بس مارنيز بيتجمد في مكانه من قبل ما يلحق يتكلم اكتر من كده. وليلي بتتحول لشكل الذئب بتاعها وهي متردده وبتهاجم ليو هي كمان، بس ليو بيهزمها هي كمان بضربه واحده. واكيدنا بتستوعب ان مفيش فايده من اللي هم بيعملوه وبتقرر تستخدم التعويذه واللي مخصصه لتقييد القدرات الخارقه لاي بطل. وشوتيان بتتولى مهمه انها تشغله عقبال ما اكيدنا تجهز التعويذه، وتحاول بكل طاقتها انها تواجه ليو بالحقيقه. بتبقى مقتنعه ان كل اللي ليو عايز يعمله هو انه يدمر نفسه، مش مهتم ان يأذي اي حد تاني، وعشان كده هو ما قتلهمش لحد دلوقتي. فليو بيضربها هي كمان، بس دلوقتي اكيدنا بتكون اقوى منه وبتطلق عليه التعويذه وبتبقى خايفه لا يتفادى الضربه، بس ليو بيفضل واقف في مكانه وبياخد الضربه، وفي نفس الوقت بيشكرها على اللي عملته. ودلوقتي ليو بيبص على شريط حياته وهو بيعدي قدام عينيه، وبنعرف ان ليو كان دايما بيدور على فرص كتير ينقذ بيها العالم طول السنين، ومع الوقت بدا يدور على حرب عشان العالم يرجع يعتمد عليه في انه ينقذه من تاني، لدرجه انه فكر يعمل شياطين جديده عشان ينقذ العالم تاني. بس لما بوابه الشياطين اتفتحت بنعرف انه اتجنن بسبب وحدته الابديه من قله الثقه، وبيقدر يوقف برنامج الشياطين بتاعه من انه يستمر. بس وقتها استوعب ان هو اكبر شرير في العالم وكان محتاج حد يثق فيه ويعتمد عليه انه ياخد حجر الفيلسوف بتاعه. وفي الوقت ده قابل اكيدنا، وبنكتشف ان طول الفتره اللي قضاها مع جيش الشياطين كانت اختبار ليهم عشان يثبتوا انهم يستاهلوا. لما اكيدنا بتستوعب النوايا ليو بيصعب عليها عشان اضطر يعدي بكل العذاب والمعاناه ده لوحده، وليو بيبدا يفكر في معتقداته. وهنا اكيدنا بتعرف ان كل اللي عايزه حد ينقذه من هويه البطل اللي هو عايشها، بس بتقرر تموته موته مناسبه وبتعطل قواه، وبكده بتسمح للجنرالات انهم يخلصوا عليه بضرباتهم النهائيه. وليو بينهار وبيحس احساس كويس بعد ما بيتهزم اخيرا، واكيدنا والجنرالات مش بيقدروا يواجهوه بخصوص خطته، بس ليو بيقول لهم ياخدوا الحجر من قلبه قبل ما الوقت يتأخر. وبعد ما بتحصل سلسلة أحداث مؤثرة اكيدنا بتغير رأيها وبتعاين ليو سفير السلام بين البشر والشياطين، وليو بيطلب من كل واحد من الجنرالات انهم يقتلوه، بس محدش فيهم بيوافق. وشوتيان بتقرر يطفو برمجة معالجته لنفسه. بعد لحظات ليو بيقدر يحرر نفسه اخيرا، بيستخدم نصيحه ابراد وبيعالج نفسه، وبكده بيسرق الحجر من تاني. وفي اللحظه دي اكيدنا بتمدله ايدها وليو بيوافق كرمز لاستقالته من البطوله، ويبدا حياته الجديده كمساعد اكيدنا. واكيدنا بتساله اذا كان حاسس بالندم بعد ما اختار انه يكمل يعيش. فليو بيقول لها انه عايز يساعدها تحقق امنيتها انها تعمل عالم احسن للشياطين بتوعها. وجولييتا بتقاطعهم وبتقول لهم ان في شغل كتير اتكوم عليهم في الفتره اللي اختفوا فيها، ودلوقتي ليو اكيدنا وجنرالات يبداوا علاقتهم الجديده ببعض في وسط الشغل. ودلوقتي احنا خلصنا، بس زي ما قلت لك يا صاحبي مش عايزك بقى تنسى بقى اللايك بقى، وانت سمعت بقى انا قعدت اتكلم معاك كتير، وما تنساش كومنت الحلو بتاعك. بس كده، يلا بينا، سلام.